ازيكم عاملين ايه؟ انا عز محمد، ويلا بينا نشوف شرح النهارده. نشرح التسويق بالمحتوى، وده تكملة الشروحات اللي فاتت. وما تنساش تشوف الشروحات اللي جاية. اول حاجه هنفتحها هو موقع امباكت. هتسجل عليه ازاي؟ هتسجل عليه عادي جدا زي ما بتعمل اي اكونت، وهيتقبل منك عادي بدون في بي ان ولا بدون في بي اس. هي سهل جدا، مفتوح على الاي بي بتاعك في مصر اذا كنت وطن عربي او مغرب او تونس او اي بلد. هيقبل معاك موقع امباكت. تفتح، ظبط الاعداد بتاعتك، ظبط طريقه الدفع بتاعتك، كل حاجه هتظبطها. تبدا ان انت تبعت ميل للبراندات اللي موجوده. انا هنا اخترت براند، اي براند من هنا هختار مثلا البراند مثلا دوت. هشوف المعلومات بتاعته. هو هنا شغال امريكا بس، مش عايز دوت. اشوف براند تاني، اشوف البراند دوت. ده هنا في 55 دولة. تمام، ده تمام، ده كويس. حاطط وسائل التواصل بتاعته الاجتماعية، حاطط الويب سايت بتاعه. تمام. احنا هنا خدنا نظرة عن هو بيقدم ايه. اروح هنا على شات جي بي تي، اه اللي اكتب لي ميل للتعاون لشركة كذا، للتعاون مع الشركة دي للتسويق. هيروح هو باعت لي الميل دوت، كاتبهولي. هعدل انا هنا، احط اسم الشركة، وهنا احط الاسم بتاعك، وهنا احط اسم شركتك، وهتحط اللي انت بتقدم ايه. اذا كنت بتقدم بقى تقول له بقى انا بقدم سوشيال ميديا كذا، ماركتنج وتسويق المحتوى وبعمل اعلانات، وتبدأ انت تفتح صدرك معاهم. وفي الاخر خالص هتقول له هنا اسمك والبوزيشن بتاعك، تحط مثلا سي او مثلا شركة كذا. ما تحطش الكونتاكت انفورميشن وكمبي. ممكن تحط الكمبي بس ما تحطش التواصل بتاعك، عشان انت كده كده هتبعت من على موقع الامباكت اللي هو الوسيط بينك وبينه. بعد ما تخلص تكون مجهز الرسالة بتاعتك، تروح دايس ابلاي. هجيب الرسالة بتاعتي، كوبي، بيست، ابلاي. هو هنا كده بعت له الميل او مسج. في كذا شركة عندك برضه زي كروس وأديداس وشركات تانية كتير. ممكن تنقي الشركة اللي يعني ابعت مثلا ل10 شركات، وممكن شركة أو شركتين في اليوم هيقبلوك. بعد ما تخلص خالص وخلاص انت خدت الشركة بتاعتك. اهو بص، أنا اهو بعت 10 و12 دقيقة. الساعة كام؟ هنا بيقول لي الابليكيشن بتاعك خلاص اتبعت واحنا بنراجعه. مرحبا بالجميع. اسمي عز محمد وأعمل في مجال التسويق الرقمي. كغيري من المسوقين، يعتمد عملي على أدوات وبرامج متعددة لإدارة حملات إعلانية ناجحة. وكما تعلمون، أحتاج إلى الاتصال الدائم بالإنترنت والقدرة على العمل من أي مكان. لطالما عانيت من بطء سرعة الإنترنت وضعف أداء الجهاز في عملي. كنت أستخدم برامج متعددة وأفتح العديد من علامات التبويب على المتصفح، وغالباً ما أكون خارج المنزل. كان هذا يخلق لي العديد من المشاكل ويؤخر عملي. كنت جالساً مع صديق لي ورشح لي شركة وين سبارو. كنت متردداً في البداية، لكن بعد أن قرأت العديد من التقييمات الإيجابية وتعرفت على ميزاتها تغير رأيي. مميزات وين سبارو في بي اس: اشتراكات رخيصة. أسعار: وين سبارو في بي اس رخيصة جدا مقارنة بالشركات الأخرى. دفع إنستا باي وفودافون كاش. توفر وين سبارو في بي اس طرق دفع سهلة ومريحة مثل إنستا باي وفودافون كاش. خصومات على الخطط الشهرية والسنوية. تقدم وين سبارو في بي اس خصومات على الخطط الشهرية والسنوية. توفر وين سبارو في بي اس دعم فني 24 ساعة على مدار الأسبوع.
توفر وينسبارو في بي اس سرعة نت عالية جدا. توفر وينسبارو في بي اس جهاز بمواصفات قوية جدا. توفر وينسبارو في بي اس مساحة تخزين كبيرة. لو كنت ستريمر وتصنع محتوى وتحفظ ملفات بشكل دائم، فأنا أرشح لك شركة وينسبارو. هتناسبك من حيث مساحة التخزين ومواصفات الجهاز لإجراء مونتاج محتواك وسرعة الإنترنت التي ستسمح لك بإجراء تحميل ورفع الملفات وبث مباشر بسرعة ثابتة. انتقل إلي أسفل الفيديو في الوصف لتجد رابط الموقع. احجز الآن قبل انتهاء العرض. لما يجيلك القبول بتلاقي هنا في الماي براند، تنزل هنا الشركة وهنا تبدأ إن أنت تعمل بيها ترويج. هنا شركة زي نيمشيب أو أي شركة هتجيلك بيكون فيها طرق للعروض بتاعتها. يقول لك أنا هنا هديك يا إما هديك كوبون، يا إما هديك ال HTML لو أنت عندك ويب سايت وهتحط الإعلانات بتاعتك فهديك بيكسل، أو لو أنت عندك موبايل سايت، ولو أنت لينك هديك اللينك اللي أنت تعمل بيه ريفير، تعمل بيه قفلة اللي هو اللينك القفل بتاعهم. وهنا لو هنا هو دفع قد ايه والريسبونس بتاعهم بيردوا ولا مش بيردوا ولا مبيبعتوش. هنا هتاخد اللينك بتاعك، ده اللينك بتاعك كوبي خلاص. وانت كده بقى بتبدأ ان انت ايه تخش على المواقع وتبدأ ان انت بتقول لهم ان في عرض على نيمشيب النهارده الحق وخصم وكوبونات وبتاع. تبدأ انت تبعت ايه مثلا الناس اللي هي المهتمة بالاستضافات والدومينز، تديلهم العروض اللي هي العرض اللي هو اللي معاك دوت. طيب انت مثلا هتستهدف مثلا نيتش زي ده، فانت هتدور على الجمهور بتاعك اللي هو الجمهور ده فين. اغلبه في بنترست، انستا، فيس، تويتر. في ويب سايت تانية انت ممكن ما تكونش عارفها وتكون لسه جديدة عليك او ما قابلتلكش قبل كده، انت دلوقتي هتفهمها هنا. ده ويب سايت اسمه ريدت، ده كوميونيتي كبير جدا. يعني ما تقول ايه ان جوجل لو سرشت دلوقتي في حاجة غلط عندهم في SEO، إن أي حاجة في ريدت بتظهر على بحث جوجل، فالترافيك هنا عالي قوي. وكمان مش عارف دي كانت ثغرة أو مشكلة، بس هما قالوا إن هما بينزلوا تحديث وبتاع. فأي ويب سايت أي حاجة بتظهر على جوجل. هنا بتسجل إزاي؟ هتروح دايس هنا 3 نقط دول السنجر، حط هنا السي اب وتحط الميل بتاعك. لو انت عايز تسجل بجيميل، عايز تسجل بجيميل يعني خير وبركة، فدي حاجة كويسة. انا ما بحبش جيميل، استخدم تمب ميل، ميل مؤقت، ماليش اكونتات جيميل. اكونت باسورد، تعمل الكابشة، غير اليوزر بتاعك. آه عملنا اليوزر. تختار الهواية بتاعتك عشان تطلع لك في الفيد بتاعت ريدت في الصفحة الرسمية الأولى، عشان تشوف انت هتتابع ايه بالظبط. انا هختار اي حاجة. انت خلاص هنا الاكونت اتعمل.
نيجي على الاكونت اللي بعده، ويب سايت تمبلر، برضه ويب سايت برضه مشهور جدا. انا هدوس سينك اب، هتحط الاكونت، الميل برضه بيقبل من 10 بن. تعمل البلوج بتاعتك. مش هزعلك يقول. دي كلها بلوج وهاشتاجات بتتابعها عشان تعرف الهاشتاجات الموجودة عليها والناس اللي بتتفاعل معاها وازاي انت تخش في الكلام دوت. فلازم تتابع الحاجة اللي انت هتشتغل فيها، تبدأ انت تعمل انالايز وتلم اكبر قدر ممكن من المعلومات عشان تبدأ ان انت تشتغل. يعني زي ما انت شايف الريتش، يعني الريتش هنا خيالي. دي كده يعتبر الصفحة الرئيسية بتاعتك. ده هنا الفولوينج، يور تاجز، تريندنج. نبدأ اللي احنا عايزين نعمل بلوج. هنا تفتح الاكونت بتاعتك، يقول لك انت بتابع 92 واحد والكلام دوت. اقول له انا عايز اعمل بلوج جديدة، اقول له ماشي حاضر. هرجع على تيم بميل واشوف الاكونت، شوف الرسائل بتاعة التفعيل. وافعل برضه ريديت الميل. تمام كده، يبقى انا خلصت هنا تيم. اروح هنا يا عم، والله عملت لك فيريفايد يا اسطى. يا عم فيريفاي. اهو نعمل الكابشة. خش تاني بلوج، سمي هنا البلوج بتاعتك. لو انت عايز تعمل البلوج ديت بروفايز ليها بباسورد، كابشن كابشة كابشة كابشة، خش كريب بلوج، كريب بلوج. البلوج بتاعتك كريتد، تبقى منظرها كده. عايزين نظبط بقى البلوج ديت، هي لما تفتح للناس بتبقى شكلها كده. ده اللينك بتاع البلوج بيبقى على شكل ويب سايت،
هات هنا الديسكريبشن بتاعتك، تغير هنا الألوان، انت عايزها مربعة ولا عايزها دايرة، الخطوط، الباك جراوند، الكلر بتاع الاسم، عايز هنا تحط صورة في الهيد بتاع البلوج، هنا بتحط جوجل اناليست اي دي عشان تشوف الزيارات اللي داخلة على البلوج هنا، وممكن هنا تحط بيدج تانية، هنا الادفانس اوبشنز، اي لينك يتفتح في ويب سايت تاب جديدة، في ارسس فيد لما تنزل بوست وهم لو مشتركين بالميل البوست هيجيلهم على الميل، لو عايز اغير شكل الويب سايت برضه في عندي تمبلت، انا اخليها بنظام البلوج ديت، هنا هيتحط الميل بتاعك، الويب سايت هتظهر كده، لما تدوس على الويب سايت يفتح لك الويب سايت، لما تدوس على الميل يدخلك ان هو تبعت الميل. اخليها بنظام تويتر كده، تمام، يوز التمبليت، سيف ديزايت، هفتح البلوج، ده بلوج الويب سايت اللي احنا اخترنا التمبلت بتاعه، بس تويتر في نفسه، فولو هنا الاسم، description،
احنا كده خلصنا هنا الاكونت. خش على بنترست، تسجيل، هنا الميل، باسورد. هيبدأ الاكونت بتاعك يفتح وتختار بقى هنا تعمل اللغة بتاعتك، مثلا وانت هتشتغل على منتج أجنبي، فانت هنا هتخليه العربية زي ما احنا، وتخلي هنا البلد مثلا ممكن نشتغل مثلا إمارات. هيبدأ يفتح معاك كده، هتدوس على السهم، هتختار التحويل إلى أعمال، تزكية، منشئ محتوى. بالتالي ممكن مثلا نخليه أي حاجة هنا ممكن تختارها عادي. خلاص الأكونت بتاعك اتفتح. ميزة هنا اللي انت تقدر انت تعمل تشوف الريتش بتاع البوست بتاعك، لما تخلي الحساب بتاعك مدير أعمال تعرف البوست وصل لفين أو وصل لمين، الجمهور المستهدف تعرفه ازاي. خلصنا بنترست، بس هوريكو مثلا لما تنزل بوست، أول حاجة بتعملها بتعمل لوحة، تبدأ انت تحفظ شوية بوستات. ده بيفيدك ان بيجيلك ريتش منه، لما تعمل ريبن بيجيلك ريتش من الناس اللي انت عامل لها ريبن. اللي بيجيب برضه ريتش الفيديوهات اللي هي القصيرة، لما تعمل فيديو قصير وتنزله بيجيب ريتش. الكلام ده مفيد. هتستخدم حساب كانفا عشان تعمل الفيديوهات القصيرة وكمان الديزاين بتاعك، وكل ده هتعمله مثلا في أقل من دقيقة. هتعمل حوالي 50 بوست، 50 فيديو، كل ده في دقيقة واحدة. مش محتاج اللي انت تحط بس ايه الحاجة اللي انت هتعملها، وهو يعمل اوتوميشن للكود او الكلمة اللي انت حاططها، يغيرها في كل الديزاين، يبدأ ان هو ينزل لك الديزاين كله مختلف.
هختار الأبعاد بتاع برينتست ونشوف فيديو برينتست. اختار الألوان بتاعتي هتبقى بينك، إن أنا هعمل حاجة كاندي مثلا. اختار مثلا هنا في العناصر هنا كاندي. شوف الفيديوهات. أول فيديو يعني واضح حلو إن ممكن إن احنا نستخدمه. هتجيب تكست وتحط مربع للنص هنا وتصغره كده مثلا، أو تخليه في الميديم يعني 24. مقاسه حلو في في المقاس بتاعه كويس. نحط مثلا هنا كده ونديله مثلا بول، نخليه الخط تخين شوية، ونعمل تأثيرات هنا ظل. نخلي الستروك بتاعه أبيض ونكبره شوية كده. كل اللي بيتعمل ده عشان أي حاجة هتتكتب هنا يبقى باينة، حتى لو الكلام كبر وكبير، إن ساعات الكلام بيبقى مثلا أكبر من سطرين وتلاتة، فالدنيا بتبوظ هنا. هتجيب تختار لوجو كده، تكتب هنا كده لوجو كاندي، وتدوس على تصميم الجرافيك. ممكن مثلا دي نعملها كلوجو يبقى كده. نحط تكست، حط اليوزر بتاعك. ده الكلام ده بيفيدك عشان مش هيبقى فيه حقوق ملكية، دي الحقوق بتاعتك انت بس. اقول له هنا كده اوكي. اقول له هنا مثلا لو كجدول يديك هنا التاريخ لوحده، الفيلم والتاريخ، وهنا الاقتباس بتاعه. هتجهز هنا كده السكيل، افتح ورقة سكيل
او من جوجل درايف، افتح سكيل عادي جدا او كده كوبي. خدهم كوبي كده من هنا. تمام. يبقى احنا كده عندنا بي وعندنا ايه. رفع ايه، كنترول سي، نيجي تاني هنا نعمل نص تاني. نفترض هنا مثلا نحط مثلا كده، نشوف الخط دوت. نغير الخط نخليه مثلا خط واضح شوية أو في شوية حركات. ماشي ده كويس. وهنا كده يبقى اسم الفيلم. هتدوس هنا إنشاء بالجملة وتدوس إدخال البيانات يدوي، أو ممكن تحفظ الملف بتاع الإكسل اللي احنا طلعناه دوت وتحطه على طول CVC. هتحط هنا CSV. هنا هتدوس كليك يمين، حذف العمود وحذف العمود كده. انت كده نظفت الجدول بتاعك. هنا دوست كنترول سي خلاص. تقف هنا كده تسمي هنا 2 وتنزل تروح دايس كنترول في، يبدأ إن هو ينزل معاك أول مربع. هتدوس هنا إضافة نص 1، راح دايس هنا كده وتروح واخد ده سي. هنا هنخلي مثلا ده اللي هو 1، ده 1 ولا 2؟ ده 2. هو 1. وعايز تضيف حاجة تاني بقى، مثلا فولو. هنا ده أحلى. ممكن مثلا كيو. ممكن تاني ممكن مثلا نعمل فريم مثلا. ممكن مثلا نحط صوت.
صوت اوديو. طيب خلينا نحمل اوديو. انا عندي اوديو باين، بس نشوف الداونلود بتاعتنا. مش عارف تقريبا ديت. To all who come near. What to all who come near. What am I? I walk the world, yet leave no trace, and vanish where there's light's embrace. What am I sit. ده كان فويس بتاع ريدر جيم، بتحط 3 اختيارات وتعمل زي لعبة ألغاز وتكري. برضو دي برضو حاجة تانية برضو ممكن نشرحها فيما بعد. محتوى بيجيب جدا، شغال. كده كده تمام، نشغل. مش شغالة ليه؟ شغال ليه؟ ما علينا. كده خلصنا. هنا بنعمل ايه بقى؟ نروح جايين تاني انشاء الجملة هنا. بعد ما خلصنا نقول له تم استمرار أنشئ 50. استنى دقيقة، يبعت لك لينك في التاب جديدة، يقول لك امسك عندك 50 بوست بكذا جملة انت كاتبها. ما كملناش حتى دقيقة، احنا خلصنا في أقل من كده بكتير. ده فائدة الحساب الطالب، اللي انت ممكن تستخدمه في انت توفر على نفسك وتعمل محتوى في أقل من دقيقة فعلا. هسيب لكم لينك التليجرام تحت عشان لو حد عايز حسابات كانفا يكلمني عليه. اقول له هنا كده تسلم ايدك، حملهم لي بقى. لا ثواني، اوقف. اقول له هنا كده نزل لي الصفحات ديت منفصلين، كل فيديو لوحده. هتستنى ان هو ياخد يعمل ريندر، بعد كده يقول لك حمل الملفات. قبل ما يحمل ناخد الويب سايتس اللي بعده، او لو هنا مش ممكن نشرح حاجة، ننزل هنا بوست كده عشان اوريكم. افتح اللوحة اللي احنا عملناها وادوس على البلس ديت، اختار فوتو. احط هنا العنوان بتاعي مثلا كان
أبدأ إن أنا أجيب كلمات مفتاحية كتير وأحطها في الوصف والتايتل. أهو حملته. هنا هحط الرابط بتاع الأفلييت أو رابط التواصل الاجتماعي. هختار البورد إن أنا هنشر فيها وأحط هنا الكلمات المفتاحية. ممكن هنا كده وهو حرفيا بنترست يعني في كذا حاجة، يعني مش هقول لك مش أفضل، لأ هو أفضل، وأفضل هو في حاجة في التوب. يعني أنت لو أنت مثلا معاك ويب سايت وعايز زيارات، هو أنسب حاجة يجيب لك زيارات. لو اشتغلت عليه صح هو أنت هتكسب منه زيارات مش أقل من 100,000 في يوم، لو قعدت تهتم بيه وكبرت الأكاونت وظبطته ومشيت بكل حاجة بالميزان وظبطت كل حاجة من الكوبي رايت وكل حاجة. لا هتعدي. والناس اللي هي بتعمل وصفات حلويات ومش عارف ايه وهاندي ميت والكلام دوت، نزل شغلها عليه. إذا كان شورت فيديو، ريلز أو فوطة عادية. ولو أنت بتستخدم التطبيق فالأفضل إن أنت تستخدم التطبيق في تنزيل ريلز عشان تعرف تتحكم في الصوت. ممكن تختار اوديو او تختار هاشتاجات، فلا بيفرق. هنا خلاص انا نزلت البوست. ارجع تاني للوحة بشوف البوست فين. اه بص هنا اللي ظهر لما عملت الاكونت بتاعي اكونت بيزنس، زي هنا الانالايز بتاع الريتش او الفيدباك. هنا بيبدأ يعرفني مرات المشاهدة، النقر على المنشور، رقم الحفظ، النقر الصادرة، المتابعات، زيارة الملف الشخصي، الكلام ده كله. بدوس هنا على شاشة التحليلات. ده هنا بيجيب لك كل التحليلات بتاعة الأكونت كله، الأناليز بتاع الأكونت كله في خلال 30 يوم ولا سنة ولا أكتر من كده، 90 يوم، ولا أنت عايزه من سنين معينة. هنا نتائج تحليل الجمهور. لو أنت عندك أوريدي جمهور فبيظهر لك هنا كده الأكونت بتاعك، يقول لك اللي دخل على الأكونت بتاعك كان عمره كذا ونوعه كذا والجهاز بتاعه كذا واهتماماته كذا. عندي ايه تاني؟ عندي اتجاهات بنترست. هنا ده الترند زي جوجل ترند كده، تبدأ انت تعرف منه الحاجات المنتشرة او ترند في البلد المعينة اللي انت عملتها في الاكونت. وهجيب لك هنا افكار، يعني هنا ممكن تستغل كل ده في افكار لمحتوى انت ممكن تعمله، اذا كان انستا او اي منصة سوشيال ميديا تانية تقدر انت تستغلها في الكلام دوت. خلاص خلصنا بنترست. موقع غاب. هنا برضو بتعمل سينجر، حط اليوزر نيم بتاعك مثلا، حط الميل.
complete your profile. خلص هنا الاكونت بتاعك، الفونت سايز، الالوان بتاعته، الجروبات. هنا بقى ده الكوميونتي بقى، هنا في عقارات اهو. يقول لك نزل بوست فينيش، في نسخة هنا بريميوم. ميديا ابلود، بوست ايمج عن فيديو يور بتاعنا. لوك انالايز، هنا عشان تشترك في النسخة البرو هيفتح لك الانالايز اللي هو يقول لك البوست بتاعك وصل لفين وراح فين والاتجاهات بتاعته. فيرفايت، هيجيب لك اكتر من الفيديوهات اللي انت او الصور او المحتوى اللي بتظهر لك على الفيس زي تويتات كده، يقول لك انت عليك 600 تويت ولا مش عارف 300 تويته في اليوم. هنا ممكن تعمل جدولة للبوستات. تمام، دوس فينيش. لعنة تويتر، ما كانش فيه الكلام دوت بعد تويتر ما عملوا الدنيا كلها اتغيرت. كله نشر لينكات يعني، بص مفيش، كله عمال يدي لينكات. كانت بروفيت فوتو. عايزين كده نجرب ننزل بوست. اه علشان ننزل بوست. ده ضحك ده. عشان تنزل فوتو او فيديو لازم تشترك معاهم، لكن هتنزل بوست عادي. نجرب ننزل لينك كده. نزل تمام عادي. نحاول ننزل جوه هنا كده. كله منزل لينكات، محدش يعني فاهم بيشترك. تمام يعني كويس. ماركت بليس ممكن هنا تعمل كريت لسه. اوكي تمام. طيب عايزين نعرف الترافيك بتاع الموقع دوت. 81,000 زيارة في اليوم. السيو بتاعه حلو مش وحش يعني، الترافيك بتاعه في الشهر 5 مليون، وهناك على تمبرر 180 مليون، فكويس اللي انت تستخدم دوت. نيجي الموقع كورة. كورة ده موقع بالأسئلة، بتديله السؤال أو أنت عندك سؤال بتسأله ففي ناس بتيجي ترد عليك. فأنت هنا عندك فكرة محتوى اللي أنت تسوق بالمنتج بتاعك بالتسويق بالمحتوى. إزاي تنزل السؤال وترد على نفسك، تحط اللينك، تربط اللينك بالكلمات اللي أنت هتعملها في المقالة ديت، وتحطها على الأكونت بتاعك وتبعت له المقالة.
تقول له والله المقالة هنا بتتكلم عن 1 2 3، وهو يشوف يقول له طب انت لو عايز تكمل تدوس على الكلمة ديت هيجيلك البروفايل بتاعي وفيه كل حاجة في الكوميونتي عندي. وهو بيسأل مثلا على سعر مثلا منتج، أو أنت عندك خدمات بتقدم خدمات زي خدمات التسويق، فهتلاقي هنا برضه طريقة شغل تقدر انت تستفيد بيها فيما بعد أو حتى دلوقتي. لكن ما ينفعش اللي انت تمهل دوت وتسيبه على جنب. هتسجل هنا الاسم بتاعك، هنا الاكونت، نجيب الميل بتاعنا نشوف هيسجل بتمب ولا لأ. تمام، نرجع نشوف الرسالة. زي ما انت ملاحظ كده احنا سجلنا بموقع تمب ميل في 1 2 3 4 5 منصات تواصل اجتماعية. قابلت إن هي موقع مؤقت من غير ما تسجل بجيميل. يعني أنت ممكن تكريت 50 أكاونت 100 أكاونت تنظمهم على نيتش معين. حط الباسورد. أنا بفهم في كل حاجة، اديني. أهم حاجة اللي أنت تلم أكبر قدر ممكن من الأودينس عشان تعرف تشتغل على أنهي نيتش على كل منصة. طبعا ليها الأودينس بتاعها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل منصة ليها ناسها. تويتر ليها ناس خلايجة، فيس فيهم خلايجة وفيهم لأ، في فيس في ناس مصريين أكتر من التويتر، وهكذا. بفهم كل اللغات، مش مشكلة. تمام، لو انت فتح عايز هنا بتضيف سؤال مثلا. بص، هو هنا بيجيب لك الأسئلة اللي هي متكررة، في ناس سألوها، وفي لسه أسئلة ما جاوبتش عليها. خلي بالك إن هنا في برضه مودريشن بيبقى بيتابع الأسئلة ديت. لو أنت حطيت لينك هيديك بان، فما تحطش اللينك وخلاص، لا، اعمل ارتيكل ورد عليه وتناقش معاه وحط له اللينك بين الكلام زي ما انا هعمل دلوقتي كده. مثلا انا عندي اللينك جاهز بتاع الافلت بتاع البشرة. محدش بيرد، محدش بينزل.
تمام، خد السؤال دوت. $29 أكتوبر، 3 سنين. بص، حد منزل المنتج بتاعه، ده إعلان أهو. وحاطط الكوبون بتاعه. في واحد كام؟ 354 واحد شافه. لو 10 بس دخلوا وخدوا الكوبون واشتروا فهو مستفاد، إن هو داخل على حاجة مستهدفة. في ناس تانية داخلة تشوف الكلام دوت. أفضل روتين عبده. بص، ده حاطط لينك. هتدوس هنا إجابة، واكتب لي هنا كده موضوع. افتح بص وقول له اسم الشركة. روح على موقع امباكت، شوف الشركة اللي أنا مشترك فيها، قول له انكودا، قول له اقفل الكود بتاعنا. تمام، خد كوبي واطلع حط اللينك بتاعك في نص الكلام. انكودا، دوس على بص، هتدوس هنا كده وهتلاقي علامة اللينك اهيت، وكده لينك. لقيت اهيت. واقول له مثلا ايه، اعمل له سهم كده، واقول له ايه، نشر. في اسهل من كده يعني، ده اسهل حاجة انت ممكن تستخدمها على موقع كورة. يعني بس موقع، انا بديك فكرة على موقع كورة. يعني مثلا حد مثلا عايز يزود مثلا انستا، فكاتب منزل سؤال
انا عايز ازود لسه. تعالى كده نشوف، انا لسه ما شفتش. يعني بص، حد منزل سؤال بيقول لك ازاي عايز اسوق المنتج بتاعي. في كذا حد دخل ردله. ده موقع كورة بكل بساطة. عايز تغير اللغة، بتدوس هنا كده، بتكتب السؤال باللغة بتاعته، تبدأ انت تدور عليه. وصاحب البوست للسؤال دوت هيقولك السؤال ده أصلا نازل بالعربي، فنازل بالعربي مثلا في دولة كده، نازل بالأسباني، نازل بالهندي، نازل بأي دولة على حسب الدولة اللي نزل السؤال دوت. هل نكون الفكرة وصلت؟ آه يعني ده كده البداية. نرجع تاني. عندنا الانستا برضو. الانستا يعني انت هتشتغل على اكونت جيميل ورقم تليفون. لو استخدمت جيميل بس من غير رقم تليفون الاكونت هيتقفل. خش على تسل السكين كير. هتنزل أداة اسمها اي جي داونلود عشان لو انت عايز تنزل البوست او الفيديو. وكمان ممكن تنزل البوستات كلها على الاكونت مرة واحدة. ما تفوتش الهاشتاجات ديت. يعني الحاجات دي كلها يعني دور وابحث. ما تقفش ان هو انت الاكونت بتاعك ما جابش النهارده حاجة فانت هتسيبه. انا هنزل بوست على ريديت، واختار هنا اليوزر بتاعي. لو عايز انزله على جروب بختار الكتب من هنا. بختار هنا التايتل بتاعي، اقول له مثلا
هاخد مثلا العنوان دوت، واجيب فيديو من الفيديوهات ان انا لسه محملها ديت، هي ملهاش علاقة، بس انا ايه ننزل فيديو كده ونشوف. كده. اقول له مثلا اديني، اكتب لي موضوع كامل جاي هنا كده البوست، عندي هنا كده اللينك، حطينا كده، ادي اللينك، هات لي البوست اللي هي بتاعت كاندي ديت، انت طبعا خلاص الكلمة، اربط الكلمة اللي بعدها، زي الفل كده. العنوان بوست، ولا كده ابروفت،
بص نزل. نزل هنا برضه فيديو. حط هنا المقالة اللي انت عملتها. تمسح شوية بقى. مثلا هنا كده. حاول هنا نحولهم على الأكاونت أو نحولهم على تمبلر. ممكن ندخلهم على اللينك بتاع البلوج. نبدأ احنا ننزل فيديو برضه هنا على تمبلر.
في فيديو لسه بيتحمل. تمام، اديك احنا خلصنا 5 منصات. عرفنا ازاي ان احنا نقدر ان احنا ننزل عليهم محتوى، وازاي ان احنا نقدر ان احنا نشوف الجمهور اللي هو المستهدف. اذا كنت هتبحث عن نيتش معين او اي حاجة تانية، ازاي نستخدم كانفا في انت تعمل محتوى. لو عندك اي استفسار تاني برضه يعني ايه سيبه، انا كده كده بشوف الكومنتات. لو عايز تعمل هنا سبونسر، تعمل هنا بدل من $5 بتدوس على اللي هي بلاز وتبدأ انت تعمل سبونسر. بص انا بتحط ايه تدي تاج، يبقى انت هنا عندك التاجز ديت اللي انت تقدر تستغلها في الترندنج تاجز. يقولك انت اعمل لي بلاز هنا، عندك هنا $10 بيوصل لك 2500 7000 $25. يعني هو محددها لك، مش عارف، ما علينا. بتدوس هنا بلاز بان هو يدخلك يعمل تشيك اوت باي بال او كريدت كارد. في كوبون، لو معاك كوبون تقدر انت تستخدمه. وبس كده. اشوفكم في فيديو جديد. ان شاء الله هنحاول احنا نستخدم حاجات تانية زي سوفت وير، هنبدأ نعمل اوتوميشن للكلام ده كله. الاكونتات ازاي هي بقى تبدأ مع نفسها ان هي تنزل البوست وتعمل فولو وتلغي الفولو، وكمان تخش تعمل كومنتات عند الناس وتعمل لهم لايك، وانت كل ده قافل جهازك ونايم. وبس كده، والسلام عليكم. وما تنساش تدعي لأهل فلسطين، ومع السلامة يا صديقي.